نادي ديجنجهام اللي اشتراه مروان سري بيقيل سلمى مشهور بسبب دعمها للقضية. تعال اقول لك ايه اللي حصل. مروان سري كان اشترى نادي اسمه ديجنجهام، النادي ده في انجلترا، اصبح احد ملاكه، وطبعا سلمى مشهور كانت مسؤولة التطوير والتواصل في النادي. بعد ما مروان سري اشترى النادي كان دعا الجمهور انه يحضر اول ماتش ليه بعد ما مروان سري أصبح أحد ملاك النادي، ولكن اتفاجئنا إن مروان سري قال للجمهور محدش يحضر وكل التذاكر هيرجع فلوسها للناس. وده ليه؟ بعد ما النادي أعلن إن هو أقال سلمى مشهور بسبب دعمها للقضية. النادي نزل بوست أعلن فيه إقالة سلمى مشهور بسبب بوست كانت نزلته سلمى مشهور، والبوست ده أصلا قديم، كان في 2023 تقريبا يوم 5/11/2023، ولكن شافوا البوست فأقالوا سلمى مشهور. طبعا مروان سري كان بيقول ان هو اتفاجئ وزيه زي الجمهور، زيه زي كل الناس، ما يعرفش موضوع الإقالة وحتى ما رجعوش ليه، وبالتالي قال للناس ما تحضرش الماتش وهيرجع لهم طبعا فلوس التذاكر. في بعض الناس على السوشيال ميديا بيقولوا ان سلمى مشهور مسحت البوست ده، ولكن في النهاية مروان سري طلع وقال ان هو خلاص ما بقاش احد ملاك النادي ده، وان الموضوع انتهى تماما. طبعا واضح جدا ان النادي ده بيدعم اللي ما يتسموش، وسلمى مشهور طبعا كانت بتدعم القضية بتاعتنا. انتوا بقى قولوا لي في كومنتات ايه رأيكم في موقف مروان سري، وهل كان ينفع يشتري النادي ده من البداية ولا لأ؟